كل المليحة في الخمار الأسود. تعرف ان الابيات دي اصلا كانت محتوى تسويقي؟ في العصر الاموي كان في تاجر معاه بضاعة عبارة عن اخمرة. التاجر ده بقى باع كل الوان الاخمرة اللي معاه ما عدا الخمار الاسود. الراجل ده كان عنده صاحبه مشهور اسمه مسكين الدارمي، وهو كان شاعر مشهور بقصائد الغزل، وتاب والتزم المسجد. وعشان الدارمي كان صاحب صاحبه، خرج من المسجد وقال ابياته اللي طلعت ترند وقتها: قل المليحة بالخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبد. عشان بعدها بأيام الستات كلها تنزل مخصوص عشان تشتري الخمار الأسود. التاجر في القصة دي عمل حملة تسويقية كما ينبغي. أولا خلق احتياج لبضاعته الغير مرغوب فيها، وده كان عن طريق استخدام الانفلونسر ماركتينج أو التسويق بالمشاهير. ثانيا عشان هو كان دارس شخصية العميل المستهدف بتاعه مظبوط، ما راحش جاب اي مشهور كده والسلام، لا ده اختار المشهور اللي هيحقق له هدفه. وعشان كده عمل حملة تسويقية عاشت العمر كله. لما القصيدة اشتهرت وسألوا الشاعر مسكين الدارمي عن صاحبه ده، قال لهم انه كان تاجر في السليم وكان دايما بيتابع سوشيال تيم.